السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله دايما تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. كنا بعيدين عنكم فترة، انتم كنتوا عارفين السبب. الحمد لله خلصنا وخلصنا من امتحانات الدور الثاني او الترم الثاني، دور تاني لا بعد الشر. امتحانات الترم الثاني في الماستر ان شاء الله نخلصه على خير، ويوفقنا ويوفقكم جميعا. وحبينا ان احنا نرجع لما شفت كومنتات كتيرة قوي كانت في الفيديوهات بتسألني يا دكتور ايه الفرق او اعرف منين. انا عندي تنميل في ايدي، مش عارفه هل هو بسبب متلازمه النفق الرزغي، يعني جاي بالنسبه لي من ضغط من هنا، ولا بيكون جاي بالنسبه لي من الرقبه. وده اللي احنا هنجاوب عنه ان شاء الله في حلقه النهارده، في سيمبل نوتس كده، ملحوظات خفيفه ان شاء الله بمشيئه الله نقدر نجاوب عليها على استفسارك. بس قبل ما نخش في الحلقه ما تنسوش انكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا مصطفى سليم وهنا حكيم اعصاب. يلا بينا دلوقتي نجاوب على السؤال. الايد ممكن يحصل فيها تنميل او وجع او حرقان او اي حاجه، تمام؟ ودي بتتبع النيورولوجيكال سيمبتومز، او بيبقى السبب بتاعها حاجه نيورو، حاجه في الاعصاب. ممكن تحصل حاجه في العظم، ده مش موضوعنا تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. انا بتكلم على الحاجات اللي بتكون تبع النيورولوجيكال سيمبتومز او الاعراض العصبيه. والاعراض العصبيه دايما والموست كوز اللي بيبقى موجود فيها هو الضغط على العصب. فممكن يحصل بالنسبه لي تنميل او وجع او حرقان نتيجه ضغط على العصب هنا، صح؟ ممكن يحصل هنا، وممكن يحصل على طول النيرف كورس بالنسبه لنا ومسار العصب لحد ما يوصل لحد الرقبه، ويبقى جاي من المنطقه العنقيه اللي هو السيرفايكال راديكولوباسي. طب انا اعرف منين بقى اذا كان التنميل اللي جاي ده جاي لي من هنا ولا جاي لي من هنا عشان ابدا ان انا اعالجه؟ في حالات كتيرة جدا في الديفرنشال دياجنوزس او في الكشف ان احنا بنقارن وبنعرف ايه المريض ده عنده ايه بالظبط لما بيكون عندنا كذا ساين وسيمتومز متشابهين. في حاجة بتبقى مهمة قوي وهي البيشنت هيستوري وتاريخ العيان المرضي، وده بيحدد معانا حاجات كتيرة قوي في التشخيص وفي الديسيشن ميكنج او في اتخاذ القرار بالنسبة للمريض ده. يعني لو كان في عيان ما عندوش اي مشكله خالص في الرقبه خالص وبيحرك رقبته وعملنا له كل التستات والديكمبريشن وعملنا له كل التستات مثلا بتاعه السيرفايكال راديكولوباسي، والدنيا عنده سيمتوماتيك فري، مفيش اي وجع موجود بالنسبه لنا في الرقبه، خلينا ان هي نقول عليها ان هي ست بيت، ولكن هي بتعمل شغل البيت باستمرار وبدات تحس بالنسبه لها بتنميل في الايد، والتنميل ده بدا يزيد مع الوقت وبدات ان هي تتجاهله، ثم بدا بعد ذلك يزيد لدرجه فظيعه بدات ان هي مش بتستحمله. الاتجاه الاول بالنسبه لنا اكيد هيكون متلازمه النفق الرزغي، لان المنطقه العنقيه بالنسبه لنا هنا ما كانش فيها اي الم. العكس تماما لما يجي لنا عيان كان عنده مشاكل قبل كده في الرقبه وهو اهملها او ما كملش العلاج او اي حاجه حصلت، ولكن كان في الهيستوري بتاعه مشاكل موجوده في الرقبه، فاكيد هنبدا بالنسبه لنا نشوف هل المشكله بالنسبه لنا جايه من الرقبه ولا مش جايه من الرقبه. ولكن طبعا في حاجات تانية بتبقى موجودة معاها، ولكن أنا حابب أقول أو في حاجة هنا مهمة قوي لازم إن إحنا نقولها، سواء كان التنميل جاي بالنسبة لنا من الإيد أو جاي بالنسبة لنا من الرقبة، المريض ما يشغلهوش في الفترة دي هو هيكون جاي منين بالظبط. المفروض اللي يكون شغله ان هو يروح يكشف عند الدكتور، عند طبيب المخ والاعصاب. هو بقى هيبدا يشوف اذا كانت هي جايه من الرقبه، اذا كانت هي جايه من الايد، اذا كانت هي من هو شك ان هو هيبقى فيه حاجه في الرقبه، بيشوف اشعه على الرقبه او بيطلب اشعه على الرقبه وبيشوف المشاكل اللي موجوده، ثم بعد ذلك بنشوف العلاج ويحولها للعلاج الطبيعي وهكذا. والكونسرفاتيف تريتمنت التقليدي جدا والطبيعي جدا ليها لو احنا كان عندنا حاجه في الايد، بيبدا ان هو يشوف هل احنا عندنا هيستوري للايد ولا لا، زي ما قلنا يبدا يشوف رسم العصب ويطلب رسم العصب وهكذا. ولو يشوف بقى هل الضغط على العصب ده شديد ولا قليل، لو قليل بيحوله للكونسرفاتيف تريتمنت والعلاج الطبيعي، لو شديد بيعمل عمليه تسليك مثلا، ثم بعد ذلك بيرجع يعمل تاني العلاج الطبيعي وهكذا. ده كل ده في التريتمنت او على الديسيشن ميكر بيبقى مسؤوليه الدكتور.
مسؤولية المريض هو حاجتين، أول حاجة الذهاب المبكر للكشف والتشخيص، لأن ده مهم جدا. احنا حتى في الماستر كان بيقولوا لنا حاجة مهمة قوي، يقول لك إن الفيرست هاور از جولدن، فيرست هاور از جولدن، أول ساعة دي دايما بتبقى مهمة جدا. واحنا كنا بنتكلم على النزيف أو الهيموريدج اللي بيحصل في المخ مثلا، ممكن يأثر أو يعمل التهاب في الأغشية السحائية والإكستراديول والسبديول وهكذا، موضوع تاني هنبقى نتكلم عنه. ولكن كان دايما يقولوا لنا الفيرست اور از جولدن، حتى كل المراجع الطبيه تقول لك ان الفيرست اور از جولدن. كل ما انت جيت كشفت بدري وبدات العلاج بدري، كل ما كانت الساين والسيمتومز والوقت اللي انت هتتعالج فيه هيبقى اقل بكتير. فالكشف المبكر والعلاج المبكر مهم جدا في اي حاجه خاصه بالنيورو. تاني حاجة انك تسمع كلام الدكتور، خاصة عندنا في العلاج الطبيعي والتأهيل في الأوضاع الصح اللي احنا بنقول عليها. يعني مثلا والموضوع ده بيبقى منتشر معانا جدا، يعني مثلا امهاتنا ويعني وامهاتنا الكبيره، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم ويديهم طول العمر والصحه، عندهم مثلا حاجه ان هم بيشيلوا فوق دماغهم، بيشيلوا حاجات تقيله فوق دماغهم، خاصه احنا عندنا في الارياف الوضع ده بيكون منتشر. الوضعيه دي كارثه بكل المقاييس، كارثه بكل المقاييس، وبتاثر على كل حاجه بقى في الرقبه. مش هنتكلم عن حاجه خاصه بالنيورو بس. فتيجي تعمل الجلسه يا عيني وتبقى تعبانه جدا، وتلاقي بعدها بتخلص الجلسه وتروح ماسكه شويه، انا ذات نفسي ما اقدرش اشيله، ربنا يديها طول العمر والصحه، وتيجي تحطها على دماغها وانا ضغطي يعلى وبكون محتاج لازكس عشان اقلل ضغطي. فالوضعيه دي بس بتبقى غلط جدا. فلازم على المريض ان هو يسمع الوضعيات الصح اللي هو بيعملها. ست البيت تقول لي طب يعني انا ما اشتغلش شغل البيت بقى واتطلق بسببك ولا انا اعمل ايه؟ اقول لها لا، احنا مش مسؤولين عن الطلاق خالص، احنا بنتكلم ان احنا نعمل شغل البيت ان كنا اصلا بنعمله دلوقتي، مش عايزين نسيح بطريقه صح. يعني لو احنا قاعدين واقفين قدام المطبخ كتير، بلاش ان احنا ننحني بظهرنا كتير. واحنا هنتكلم حلقه خاصه كده لستات البيوت ازاي تعملي شغل البيت صح، احنا هنتكلم فيها باذن الله، وان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل باذن الله، يعني عشان احنا ما يرضناش ان انتوا تتعبوا، ده لو كنتوا بتعملوا شغل البيت، تمام؟ بس مش موضوعنا. فالحاجتين دول بيكونوا مهمين جدا. طيب انا عايز اعرف، انا فضولي وكلني، طيب عايز اعرف هل هي جايه بالنسبه لنا من الرقبه ولا جايه بالنسبه لنا من الايد؟ لو جايه بالنسبه لنا من الايد بنسبه كبيره قوي، وانت بتشد ايدك كده لبعض هتبدا ان انت تحس بتنميل، ولكن ده برضو مش انديكيتور قوي ان التنميل بالنسبه لنا بيكون في الميديان. تاني حاجة ان انت لما بتلاقي عندك الاعصاب بدأت ان هي تنمل، كل ما تيجي تعمل شيك او بتبدأ ان انت تهز ايدك كده بتلاقي الدنيا بالنسبة لك بتبدأ تفك، وده برضه مش انديكيتور اوبجيكتيف اللي هو يقول لك، او اوبجيكتيف ده اللي هو قاطع، او احسن حاجه ان هو يقول لك ان التنميل بالنسبه لنا في الايد. الحاجات اللي بتبقى قاطعه بالنسبه لنا هي رسم العصب، والحاجات اللي بتبقى قاطعه بالنسبه لنا هي النيرف كوندكشن فيلوسيتي او رسم العصب، هو اللي بيقول لنا بالظبط الموضوع ده جاي منين. طبعا مع البيشنت هيستوري بالنسبه لنا، مع الكشف مع الدكتور. طيب في اخر حاجه، هل في حاجه يا دكتور اقدر امنع، او اقدر مثلا لو انا معرضه ان انا يجي لي التهاب في النفق الرزغي او متلازمه النفق الرزغي، في حاجه اقدر ان انا اقوي بيها اعصاب ايدي او اقوي بيها العضلات بتاعت ايدي؟ اول حاجه التغذيه السليمه، نقطه مهمه جدا، خاصه الخضار والفاكهه والجرين فود، الاكل الاخضر مهم جدا للاعصاب. تاني حاجه نسبه السكر، لو احنا عندنا سكر لازم نحافظ على نسبه السكر في الدم، عشان الدايابيتيك بولينيوباثي او التهاب الاعصاب الطرفيه اللي بيسببه السكر برضه بيكون وارد معانا جدا. رقم 3 تمارين تقويه لعضلات الايد، زي مثلا الكماشه او كوره الضغط، هحاول انزل لكم الصوره بتاعتها هنا ان شاء الله بمشيئه الرحمن. دول هيبقوا كويسين جدا، والريبيتيشن بتاعها كل ما انت زودته، او التمرينات كل ما انت زودتها كل ما هتحسن من حالتك، او كل ما هتقوي الاعصاب بتاعتك والعضلات بتاعتك في ايدك. دول هيكونوا كافيين جدا. ولكن اول ما تحس بألم او تنميل او حرقان او وجع هتعمل ايه؟ هتروح على الدكتور. وهتعمل حاجه تانية كمان، وهي ان انت لو بتشوفني على الفيسبوك تعمل لي لايك ومنشن وشير لكل الناس اللي انت عايزهم يسمعوا الحلقه دي. ولو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وحشتوني جدا، وان شاء الله اشوفكم دايما باستمرار. يومكم زي الفل، والسلام عليكم.